تعلم نت، معنا حتما ستتعلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بجميع زوارنا ومتابعينا الكرام. اليوم سوف أقوم بشرح لكم طريقة تشغيل الكاميرا الوهمية على الفيسبوك أو سكايب أو على أي موقع يقدم خدمة الشات بالفيديو أو عبر الكام. الطريقة هي جد سهلة. نقوم الآن بتحميل البرنامج. هذا هو البرنامج الذي سوف نقوم من خلاله بتشغيل الكاميرا الوهمية. الطريقة هي جد سهلة. ننتظر الآن تحميل البرنامج. ثم نقوم بفتح البرنامج كما تلاحظون. نقوم بالضغط هنا ثم نضغط هنا. جاري تنزيل البرنامج. قد تم الانتهاء. كما تلاحظون ثم نقوم بالضغط على اوكي ثم اوكي ثم اوكي. انتهى. هذا هو البرنامج الذي سوف نقوم من خلاله عمل الكاميرا الوهمية وتشغيلها على الفيسبوك أو أي موقع للدردشة. نقوم الآن بالبحث عن فيديو وهمي. نقوم مثلا بأخذ هذا الفيديو أو هذا الفيديو لأنه صغير الحجم. ننظر. نقوم بأخذ هذا الفيديو. نقوم بتحميل هذا الفيديو. عند تحميل الفيديو الوهمي سوف نذهب من أجل أن نجلبه إلى البرنامج هنا، ونضع لدينا هنا في البرنامج الذي سوف يشغل لنا الكاميرا الوهمية. نقوم بالضغط هنا ثم نقوم بجلب الفيديو إلى هنا. هذا هو الفيديو الذي قمنا بتحميله. كما تلاحظون لقد أصبح موجود لدينا هنا في البرنامج. نقوم الآن بالذهاب إلى أي موقع الدردشة. سنضغط نذهب إلى هذا الموقع. وسوف نقوم بتشغيل الكاميرا الوهمية التي لدينا كما تلاحظون. ثم نضغط هنا. كما تلاحظون هذه هي الكاميرا الوهمية لقد تم تشغيلها. نقوم بإطلاق الفيديو. كما تلاحظون سوف نبدأ الدردشة مع أشخاص آخرون. سوف نقوم بالضغط هنا. هقد انتهى شرحنا اليوم، وهقد أصبحت لدينا كاميرا وهمية. يمكنك تشغيل هذه الطريقة على السكايب أو الفيسبوك أو أي موقع يقوم بتشغيل الكاميرا بطريقة سهلة جدا. ومن أجل إزالة هذه العبارة
يجب أن تشغل البرنامج بالكراك أو السيريال الخاص به، لأنني أنا لا أقوم بشرح طريقة إضافة الكراك أو السيريال، لأن هذا ممنوع على موقع اليوتيوب. يمكنك البحث في موقع جوجل عن الكراك أو السيريال، هذا البرنامج سوف تجد الكثير. نلتقي في شرح جديد إن شاء الله. ولكي تتوصل بالمواضيع الجديدة والشروحات الجديدة يمكنك زيارة الموقع الخاص بي، سوف تجده تحت الفيديو، أو إعجاب بصفحة الفيسبوك الخاصة بي، أيضا سوف تجد هذه الروابط تحت الفيديو الذي تشاهده الآن. ويمكنك أيضا الاشتراك في القناة الخاصة بي لتتوصل بجديد الفيديو بالضغط على سبسكرايب، أو زيارة الفيديو التالي ومشاهدة الفيديو الذي بعد هذا الفيديو.